الاسم فاطمة الزهراء حبيب، مديرة النادي النسوي سلوان. النادي النسوي سلوان هو واحد المؤسسة اللي تابعة للمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بالناظور. هي فضاء تربوي اجتماعي اللي كيوفر تكوين في عدة تخصصات وكيمنح شواهد للرائدات ديال النادي من أجل أنه يخول لهم الدخول لعالم الشغل. المؤسسة ديالنا كتعتمد على التكوين الأساسي أو ما كان يصطلح عليه سابقا بالاستئناس المهني. يعني شروط الولوج المؤسسة هو السن فقط، يعني كنعتمدوا على 15 سنة فما فوق. ما عندناش شروط اللي متعلقة مثلا بالمستوى الدراسي أو غيره، يعني تكفينا الحضور ديال الطموح والرغبة عند الرائدة من أجل المتابعة ديال التكوين والتعليم. المؤسسة ديال النادي النسوي سلوان كتعتمد على 3 ديال التخصصات اللي هي الفصالة والخياطة التقليدية، الفصالة والخياطة العصرية، وكذلك الأعمال اليدوية بما فيها الطرز سواء اليدوي ولا بالآلة. هاد التخصصات ب3 كتشرف عليهم أطر اللي مشهود لها بالكفاءة المهنية والإبداعية العالية. هذا إضافة لأنه الفضاء ديال المؤسسة عندنا فيه التعليم الأولي، يعني هذه المؤسسة هي كتوفر فرصة كذلك للرائدات الأمهات باش أنهم يقدروا يستمروا في التكوين ديالهم ويولجوا الفضاء ديالنا وهما مطمئنين على الأطفال ديالهم. بالإضافة للتكوين في التخصصات اللي سبق وذكرت، المؤسسة ديال النادي النسوي سلوان كتعتمد كذلك على مجموعة من الأنشطة الإشعاعية كمحاضرات، ندوات، خرجات، لقاءات. هذه الأنشطة هي كتبرمج من أجل انفتاح المؤسسة على التحولات المجتمعية، وكتأثر النساء والفتيات اللي عندنا في المؤسسة قانونيا ومدنيا، الشيء اللي كيخول لهم أنهم كيف ما قلت أنهم ينفتحوا على المجتمع. هذه السنوات الأخيرة صبحنا كنركزوا أكثر على المجال ديال الاستثمار والمقاولات، هكذا باش نحققوا الهدف الأساسي ديال المؤسسة اللي هو أننا نكونوا نساء اللي منتجات واللي نقدروا أنهم يندمجوا في النسيج السوسيو اقتصادي. والمهمة ديال النادي النسوي فهي ما كتنتهيش عند حصول الرائدة على الشهادة، وإنما احنا كذلك نقوم بالعملية ديال المواكبة ما بعد التخرج. احنا دائما هنا حاضرين مع الخريجات، كندعموهم وكنواكبوهم باش انهم يحظوا بفرص ديال الشغل.